انتهت مقابلة الجيش الملكي والرجاء البيضاوي بمناسبة نصف نهائي كأس عصبة الأبطال الإفريقية بالتعادل 1-1. في هذا التعادل تأهل نادي الجيش الملكي إلى ربع نهائي العصبة، فيما ألزم هذا التعادل مأمورية الرجاء في بلوغ ربع نهائي. نشوفوا الفيديو ملخص المقابلة ورجعوا من بعد الملخص. في نكهة إفريقية الجيش الملكي الرجاء البيضاوي. حاط كرة آية ترخان، خالد آية ترخان، التوسيع وسنيتي، التوسيع من آية ترخان وسنيتي يبعدها. أنا نقولي ممكن هو الأقرب أو أمين صحصوح. صحصوح التسديد، التسديد قوية صحصوحة، قوية كرة أمين صحصوح. هذه كرة تومي سونغ وسنيتي، يتألق سنيتي، خطأ في الرولانس وخروج بكرة من دفاع الرجاء كاد يكلف الهدف الأول لولا خبرة سنيتي. أمين زحزوح يرفع كرة في القائم الأول وسنيتي، والحكم يحتسب الهدف الأول. كرة تجاوزت وباغتت أناس سنيتي. أمين زحزوح من ركنية مباشرة حاول بعدها أناس سنيتو تباغته في القائم الأول. بالعامري، آدم النفيت يطلب الكرة على اليسار. بالعامري، نفيت يدخل منطقة الجزاء والحكم يشير إلى ضربة جزاء. ضربة جزاء للرجاء. 74 دقيقة لعب، 74 دقيقة لعب. مراوغة ممتازة من أيوب معموري. زرهوني هو اللي مشي يتولى التنفيذ، يتقدم زرهوني. زرهوني وهدف تعادل، يغالط أيوب الخاتي، يحط كرة في الزاوية اليمنى. 1-1 هنا في الملعب الشرفي بمكناس. زرهوني، بوغرين، خطيرة كرة نفاتي، آدم النفاتي وخاتي. بالعمري، المرور من أيوب معموري. أيوب معموري. سنيتي، الكل ينتظر صافرة محمد معروف تاتران، صافرة المصري محمد معروف لتنهي الإفريقية هنا في مكناس بين الجيش. هذا الملخص نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. ديروا معكم جيم بتعليق. تحياتي لكم وشكرا.